السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود. وأنا منا. أهلا بيكم في قناة فهمناكو. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة خلونا نجاوب الأول على سؤال المرة اللي فاتت، وهو إيه الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ ودلوقتي ركزوا معايا في دقيقة نراجع اللي فات. ببساطة عرفنا أن القانون العام الدولة بتكون فيه طرف بصفتها صاحبة سيادة زي القانون الدستوري والإداري والجنائي. أما القانون الخاص فده اللي بيحكم علاقات الأفراد العاديين ببعض، وأهم فرع فيه هو القانون المدني. تمام يا محمود. يلا بينا بقى ندخل في موضوع النهاردة ونسأل السؤال الأهم. القوانين دي كلها بتيجي منين أصلاً؟ يعني إيه هو المنبع بتاع القاعدة القانونية؟ جهزوا بقى الشاي بتاعكم وركزوا معانا، وما تنسوش تتابعونا على جروبات الواتساب والتليجرام اللي لينكاتها في الوصف. يمنا المصدر الأول والأساسي للقانون في بلدنا، واللي يعتبر أهم مصدر على الإطلاق، هو التشريع. طيب يعني إيه تشريع؟ معناه أكاديمياً هو إن السلطة المختصة في الدولة زي البرلمان عندنا هي اللي بتقوم بوضع القواعد القانونية دي في شكل مكتوب ورسمي عشان تنظم علاقات الناس ببعضها في المجتمع. والتشريع ده ليه شوية خصائص مهمة لازم نعرفها. أول حاجة إنه لازم يكون قاعدة مكتوبة، مش كلام في الهوا. تاني حاجة لازم يصدر عن سلطة عامة مختصة زي ما قلنا، مش أي حد يكتب قانون. وتالت حاجة إنه بيكون عام ومجرد، يعني بيطبق على كل الناس اللي تنطبق عليهم شروطه، مش معمول لشخص معين. والتشريع نفسه مش كله درجة واحدة، لا ده عامل زي الهرم. على قمة الهرم ده بنلاقي الدستور، وده أبو القوانين كلها، ومفيش أي قانون ينفع يخالفه. تحت الدستور بيجي التشريع العادي اللي هو القوانين اللي بيعملها البرلمان. وفي قاعدة الهرم بنلاقي اللوائح، ودي اللي بتصدرها الحكومة أو يعني السلطة التنفيذية. استنى بس يا محمود، كلمة لوائح دي محتاجة وقفة، بنسمعها كتير بس ممكن تكون مش واضحة قوي. بسطها لنا كده بمثال بلدي. بصوا بقى يا جماعة، أول نوع هو اللوائح التنفيذية. دي عاملة زي كتالوج التشغيل بتاع القانون. يعني مثلا القانون يقول لازم كل مواطن يطلع بطاقة رقم قومي، دي جملة عامة. تيجي بقى اللائحة التنفيذية تقولك التفاصيل، تروح أنهي سجل مدني، تجيب ورق إيه، تدفع رسوم كام. كل الخطوات دي بتبقى في اللائحة. النوع التاني هو اللوائح التنظيمية، ودي بقى اللي بترتب وتنظم المرافق العامة. يعني مثلا لو الحكومة قررت تعمل جامعة حكومية جديدة، بتصدر لائحة تنظيمية تحدد إيه هي كليات الجامعة دي، وإيه أقسامها ونظام العمل فيها إزاي. أما النوع الثالث والأخير لوائح الضبط، أو بيسموها لوائح الشرطة، فدي سهلة قوي. دي ببساطة شديدة زي لوائح المرور اللي بتحدد السرعة على الطرق، أو اللائحة اللي بتفرض غرامة على اللي بيرمي حاجة في الشارع. هدفها كله الحفاظ على النظام والصحة والأمن العام. تمام قوي. بكده نكون خلصنا المصدر الأول وهو التشريع. المصدر التاني بقى واللي بيجي بعد التشريع في الأهمية هو العرف، وده مصدر شعبي نابع من الناس نفسها. العرف يا منا هو ببساطة سلوك معين الناس اتعودت عليه وفضلت تكرره لوقت طويل، لغاية ما بقى عندهم إحساس واعتقاد إن السلوك ده ملزم وبقى كأنه قانون. بالظبط كده يا محمود. مثال بلدي خالص، موضوع العربون. لما حد يجي يشتري شقة أو عربية، مفيش قانون مكتوب بيقول لازم تدفع عربون، بس ده بقى عرف تجاري كلنا عارفينه، وبنعمله عشان نضمن إن البيع والشراء جد. وعشان العادة دي تتحول لعرف معترف بيه قانوناً، لازم يكون ليها ركنين أساسيين. الأول هو الركن المادي، يعني الناس تفضل تكرر السلوك ده بشكل مستمر وثابت. والتاني هو الركن المعنوي، وده أهم، وهو إن يتكون عند الناس دي إيمان واعتقاد إن العادة دي بقت إلزامية ولازم تتنفذ. ومن المهم جدا نعرف إن العرف مش بيلغي التشريع، لأ، هو دوره مكمل ومساعد. يعني القاضي بيلجأ له لو ملقاش نص واضح في التشريع يحل بيه النزاع اللي قدامه. بالظبط. يعني مثلا لو اتنين تجار عملوا صفقة بينهم وفي تفصيلة صغيرة اختلفوا عليها والتفصيلة دي مش مكتوبة في القانون، القاضي هنا ممكن يرجع للعرف التجاري اللي ماشي في السوق بتاعهم ويحكم على أساسه. طيب سؤال مهم، لو القاضي قدامه قضية ودور في التشريع ملقاش نص صريح، ودور في العرف برضه ملقاش حل، يعمل إيه؟ ويسيب الناس من غير حكم؟ لا طبعا. هنا القانون قاله يلجأ للي بنسميها المصادر الاحتياطية. القانون المصري حدد مصدرين احتياطيين أساسيين القاضي بيرجع لهم بالترتيب. أولاً مبادئ الشريعة الإسلامية، وثانياً القضاء. المصدر الاحتياطي الأول هو مبادئ الشريعة الإسلامية، وده معناه إن القاضي لو ما لقاش حل في التشريع أو العرف لازم يرجع للمبادئ العامة والكبرى للشريعة الإسلامية، زي مبادئ العدل ورفع الضرر وتحقيق المصلحة، ويستلهم منها حكم عادل للقضية اللي قدامه.
ولو حتى مبادئ الشريعة الإسلامية ما كانتش كافية، القاضي بيروح للمصدر الاحتياطي التاني والأخير وهو القضاء نفسه. والمقصود هنا هو أحكام المحاكم السابقة في قضايا مشابهة، وخصوصاً أحكام المحاكم العليا زي محكمة النقض. الأحكام دي بتعتبر دليل إرشادي للقاضي عشان يفسر القانون صح ويضمن استقرار الأحكام. عاش يا أبطال. كده عرفنا إن التشريع هو الأساس، بس العرف والشريعة والقضاء بيكملوا الصورة لو في نقص. دلوقتي وقت سؤال التحدي. نلخص اللي قلناه كله. مصادر القانون عندنا مترتبة بالترتيب ده. أولاً وأساساً التشريع، اللي هو نفسه متقسم هرمياً: دستور، ثم قانون عادي، ثم لوائح. لو ما لقيناش حل في التشريع بنروح للمصدر التاني وهو العرف. ولو برضه ما لقيناش، القاضي بيروح للمصادر الاحتياطية بالترتيب: مبادئ الشريعة الإسلامية ثم القضاء. ودلوقتي جينا لسؤال التحدي. فكروا كويس وقولوا لنا، اللائحة اللي بتحدد غرامة على اللي مش بيلتزم بالإجراءات الصحية وقت انتشار وباء معين، دي تعتبر لائحة تنفيذية ولا تنظيمية ولا لائحة ضبط وشرطة؟ منا هستنى إجاباتكم في الكومنتات، وأول إجابة صحيحة هقولها المرة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير. سلام يا أبطال قناة فهمناكو.